الكلام عن الجزيرتين، وده الكلام هوجهه للعميد مهندس سامي رسلان. يعني بعض الآراء، احنا لازم نطرح كل الآراء علشان نرد عليها. الناس اللي بيقولوا التضحيات اللي حصلت من الجيش المصري تحديدا في الدفاع عن الجزيرتين، وأهمية الجزيرتين بالنسبة للتحكم في مدخل خليج العقبة. كيف تنظر لهذه الآراء يا سيادة العميد سامي؟ طب اسمح لي حضرتك بسؤال تاني. اتفضل. الجيش المصري قدم تضحيات كبيرة جدا في اليمن. نعم. هل لنا حق هناك على أرض اليمن، ولا احنا رحنا أرض اليمن لأنها دولة عربية شقيقة واحتاجت إن احنا نساعد هناك فروحنا وما بخلناش لا بدم ولا بأرواح؟ نعم. مشكلتنا في مصر إن احنا كلنا بنفتي في جميع التخصصات، وعادة ما عدا التخصص اللي المفروض إن احنا نتكلم فيه. يعني أنا لغاية النهاردة الصبح كان ليا تحفظ على الحكومة المصرية ليه ما مهدتش للشعب المصري ما يصحاش من النوم يلاقي فيه جزيرتين اتاخدوا. ما دي مشكلة فعلا. انا مع حضرتك. بقول لحضرتك لحد النهارده الصبح. وده السيد عمرو موسى علق على الجزئية دي، قال طريقة التناول ما كانتش حكيمة. ما انا بقول لحضرتك لما سمعت الخطاب، في جملة جت في خطاب سيادة الرئيس لفتت نظري جدا لان انا عايشها. كلامكم يا مصريين، انتوا اتكلمتوا في موضوع صد النهضة، صعبتوا الامور علينا. للاسف احنا عاده لما بنيجي ننتقد اراء او ننتقد بعض على صفحات التواصل الاجتماعي او حتى احيانا في الاعلام والفضائيات، بيبقى اللغه لغه تطاول مش لغه نقد. انا ما ارفضش ان حضرتك تنتقدني في تصرف او في راي، لكن المفترض النقد البناء ان انا بفيد حضرتك بهذا النقد، بقول لك خد بالك في كذا وكذا. بالظبط. يعني انا في واحد دخل قال لي ده لو كل الظباط، لو الظباط المصريين بيفكروا كده يبقى على البلد السلام. على مداخله انا كنت عاملها، فرديت عليه بمنتهى البساطه، قلت له طب يعني ايه، اكيد راي حضرتك محترم بس فهمني حضرتك شايف ايه في الراي اللي انا بقوله، او الراي ده عشان يزعلك في ايه، عشان اعدل مثلا، اعدل افهم، او يمكن تكون حضرتك اللي مش فاهم واوضح لك. تمام. ما هي ده وارد، الاحتمالين الاثنين واردين. فالنهارده كون ان الملك عبد العزيز ال سعود الله يرحمه طلب من الملك فاروق ان مصر تتولى حماية جزء من ارضه، لان كان لسه الجيش السعودي لما يتشكل، كان لسه كنا خارجين من حرب 48 وكانت اسرائيل بدأت تتغول وخدت ام رشراش وهتعمل عليها مينا وهتتحكم في خليج العقبة. فالراجل بمنتهى الواقعية ميل على اخوه مصر، ساعدونا في حماية الجزر ديت. نعم. والجزر دي كانت بداية حرب 67 بالمناسبة. الملك فاروق، الزملاء بيعرضوا صورة تاريخية الملك فاروق تقريبا دي أثناء زيارة الملك سعود هنا في مصر. تمام. فلما طلب من مصر ومصر ما تأخرتش ودخلت تحميه. النهارده هل هم كونهم طلبوا مننا احنا نساعدهم في حماية جزء من أرضهم معناه ان احنا بمرور الوقت ناخدها بوضع اليد؟ تمام. مش منطق. طيب عموما